اللي هيفوز هيكسب معانا ايه؟ دهب. اوكي دهب. اهو. طب هاتوا بقى خلاص. هو فين الاعلان في كده؟ طيب عشان تعرف احنا مش بتوع مقالب. اهو اهو. لا ده طلع بجد. شفت بقى 2 جرام 2.5 جرام. يعني انت بتدوها بجد ولا حضرتك بتهزر؟ اعشمك فيها وبعدين اكسر بقلبك. لا شايفني كده انا ممكن اكسر بقلبك عادي. اهلا وسهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الخير للغير. طبعا الفنديه بتوع امبارح بوظوا لنا فكره الحمله اللي كنا عاملينها عشان عيد ميلاد وفرها، فنازلين النهارده نحاول نعمل كامبين ناجحه بس يعني لسه بصراحه مش عارف احنا ممكن نعمل ايه. وانت العميل رقم 13 حبيبي. تمام. هم كانوا مدينا بادجت عايزيننا نعمل اعلان ليهم بقى عشان 13 سنه وكده، بعدين احنا قلنا لهم طب ما تجيبوا فلوس البادجت دي وادونا بيها ذهب بقى وفلوس وحاجات من دي. انا عايزك تشارك معايا، انا عايزين نعمل لهم اي حاجه كريتيف، ما اعرفش بصراحه زي مثلا طيب ما اعرفش. النهارده عيد ميلاد وفرها، هاتوا لنا فكره اعلان اللي وفرها. اتصرف هات لنا فكره اعلان عشان نكسب. خد بالك اي حاجه هتعملها هنتفضح كلنا هنتفضح. انت عارف انت عملت ايه، هو عارف هو عمل ايه، هو عارف وساكت. التحدي بتاعنا الاوردر اللي هيجي هنحدفه في وش الزبون. هتنزلوا انتوا الاثنين ماتش مصارعه، اللي هيجيب الثاني على الارض وهنعد لحد 3 هيكسب ده مش مقلب، قوانين مفيش ضرب في الوش. لا مش هينفع. لا مش هينفع. نعتذر لهم بعدها نقول لهم ان احنا بنصور مقلب وكده. صح مش مظبوط. كانوا زماره ولا هي دهب يعني ما اعرفش. طب بص دي بتعمل صوت ها عايز الدهب. حق على اخوك عشان هو بياخد قرار غلط بالنيابه عنك. الزمار. الزماره صح كده؟ خد الزماره. شفت بقى اخوك طلع انصح منك ازاي؟ قنوع برضه. زمارة. انت تاخد برضه الزماره صح؟ اه. بس كده. احنا ما عندناش مشكله بس صعب قوي ان احنا نرمي الاوردر. ماشي ممكن اوبشن تاني، ممكن نجيب الحاجه ساقعه اللي مع الاكل وندلقه في وش العميل. لا طبعا. انتوا كده بتبوظوا لي الفقره والاعلان اللي احنا بنعمله بتاع وفرها دلوقتي. ما ينفعش. طيب يعني ماشي. طيب مبروك عليكم انتوا الاثنين، كل واحد فيكم واحده وشكرا. يعني انتوا بوظتوا لي لا انت اصلا انت بوظت لي المسابقه اللي احنا بنعملها. نعتذر جدا والله بس طبعا ما يصحش اكيد انت فاهم. احنا ما طلعناش على فكره باعلان، يعني انا هديها لك كده. خلاص انا كسبت السبيكه يعني. يعني ده بالصدفه كده بس عشان 13، لكن ولا طلعنا بفكره ولا نيله. مين فيكم اللي ياخد الهديه؟ بيه اتفضل. هي بتاعته صح هيجي ياخد بعد ما نمشي يقول لك هنضرب في بعض. بتاعتنا كلنا. كل سنه وانتم طيبين. اوكي. لا نزلوا ابلكيشن وفر. انا اصلا استعملناه عشان نيجي هنا. الفلوس ما اترمتش في الارض يا جماعه، قلت لكم والله لما نديهم حاجه. انا بقول لك اشتغل بالاميت والواد. نقط. ده صدفه بحته. ستي طيب خلاص انتوا. ايه ده فعلا؟ لا انا مش بتاعتي. انت مش ايه؟ كده هتحصل من غير حاجه ده. بصوا لنا فقره. شكرا. عايزين حاجه؟ شكرا. انت عايز حاجه؟ عايز ده؟ خلاص يا اصل هنتشتم لو احنا خدناه كلنا. بص احنا كنا نازلين مع وفرها عشان عيد ميلادها 13 ومفروض بقى بيوزعوا فلوس كده على الناس اللي هم الناس العاديه، فاحنا وزعنا على الناس العاديه بره. بوظوا لي الفقره. قلنا لهم طب ما نشوف الموظف المثالي هنا. قالوا لي الموظف المثالي استاذ علي. يعني يا ريت الناس كلها كده تبقى زي شايفه شغلها بضميرها. ده تكريمك لينا معانا 5 جرام ذهب. راجل مكافح وتسلم ايدك كده على اللي انت بتعمله معانا دايما. يعني دي اقل حاجه. يعني انا لو اعرف ان انت الموظف المثالي كانت لا تبقى حاجه اكبر. شكرا يا عم علي. يعني دي اتبقت معانا مش عارفين نعمل بيها ايه. ايه نعمل بيها ايه بقى؟ انا بقى اتصرف فيها. اللون نفس اللون بقى حتى. بص اتصرف فيها. نصيبهم السنه الجايه دي فيها الماضي. كل سنه طيبين ووفرها كل سنه وهي طيبه ودايما تعمل لنا عروض وحاجات كويسه. انا داخل هنا بعرض وفرها. محمد بدل ما بدلش هيضحك عليك. خليك مصاريف المدرسه دي على فكره. يضحك عليك يا عم. الحته بتاع ملهاش لازمه، انما دي بنفضل نزمر بيها للصبح ونلعب. وبنؤكد تاني معاكم اعزائنا المشاهدين ان دي برضه يعني مش حمله اعلانيه، ده مجرد عمل خير. وعمل الخير ده هو هدفه انه يفكرك انك تحط ميه لقطه، نحط كلب العظمه، انك تسقي شجره، انك تستخدم خصومات وفرها عشان الخصومات بتاعت وفرها بتوصل ل 50%. فلو مش عايز تستخدمها براحتك انت حر.